اكيد غتكون شفتوا واحد من هاد الفيديوهات هادو. If you go work and they give you this laptop, this one, خلاص, your life is finished. You have no life. You will work overtime, over shift, night shift, day. نبداو باول حاجه اللي هي الكلافي. كما لاحظتوا ان الكلافي داخله في العظم ديال البيسي، ماشي بحال الكلافي الاخرين اللي كتكونوا مجموعين في واحد الشبكه وكتكون ملصقه بديفيس. هنايا لا، هنايا داخله في العظم ديال ولا في الهيكل ديال البيسي. وهذه نقطه زوينه بصراحه، نقطه زوينه بزاف، حيت كتعطيك واحد المتانه كبيره وكتكون اكثر. نزومي شويه على السميه تاع 14 اس. هذا غتكونش معرفتش انا كيفاش غيتحيد، خصو لها الكول، ما علينا. الزر ديال الفينجر برينت صراحه قاضي الغرض، ماشي سريعه، ولكن قاضي الغرض بواحد الشكل مزيان. هنايا ما علينا. الكونفيغ الكور اي 5 ديزيام جينيراسيون، سيرتيفي بالفي برو. شنو عاد؟ السوغي صراحه مزيانه، تاتش باد صراحه مزيانه وسريعه وكتستجيب معاك في كاع الحالات. عمر لقيت معاها شي مشكل. صافي اون جينيرال هذا هو اللي خصو يتقال على الهيكل. هانتوما نقي، بلاستيك مقوى، بلاستيك صحيح. نسيت ما قلتش شارج تيب سي، ولكن خصكم تعرفوا بلي تيب سي، هاد تيب سي هادي راه ماشي تيب سي ديال التليفونات. تيب سي هادي تكون شويه اكبر، حيت ديجا حاولت نجربها وما يعني المنفذ اكبر انه يشد تيب سي ديال التليفون، ولكن هذه تيب سي ديال التليفون تقدر تصلح، حيت انا كنشارجي منها التليفون ديالي. وهنا يو اس بي، هادي يمكن اش دي ام اي، والميكرو جاك. هنايا الفرفاره، مبرد، واحد يو اس بي وحده اخرى. هاد المنفذ الصراحه لحد الان ما عرفتوش هادي شنو هي. هادي من بعد نشوف. وبلاصه ديال كارت سيم، الصراحه ما جربتهاش انايا، ما نقدر نقول لكم حتى شي حاجه عليها. الصمطه الالومنيوم. كما قلت البيسيات اللي كيكونوا اكثر يعني كيوليو بحال هذا الشكل هذا، يقدر يكون شي مشكل في المستقبل في الصماط. ندير واحد التجربه بسيطه. هانتوما ولكن هي كتبقى هكا مزيان. هانتوما غير شويه ديال القوه كتسول. يعني عموما مزيانه. وعندنا الكاميرا، وعندنا كتخفي حسب الخصوصيه. ما علينا، هادشي اللي كاين بالنسبه للديزاين. نشوفو دابا الكونفيغ. شوفوا الكونفيغ. التاتش بعدا فول اتش دي 14 انش. انا حاليا انستالي الويندوز 11 برو. سيستم about. انتم كتزوميش. هانتوما الاي 5 ديزيام جينيراسيون، تردد اللي كنعتبرو عادي جدا، اللي هو 1.7 انش، وكيوصل حتى ل 2.21 1.7 جيجا هرتز، كيوصل حتى ل 2.21 جيجا هرتز. الرام 16 عند البيسي فيه 16 في الرام، 256 جيجا في ستوكاج. اس اس دي بطبيعة الحال. بالنسبه لهاد القضيه ان 256 كنظن كافيه لجميع الاغراض، سواء كنت دير ديزاين، سواء البرمجه، سواء اي حاجه القرايه. 256 كافيه ووافيه وفي كل شيء. صافي هادشي اللي كاين.
الشاشة كما قلنا فول اتش دي، فول اتش دي و 60 هرتز، 60 هرتز التردد ديالها فقط 60 هرتز. هذه نقطة شوية نيجاتيف. شنو عاد؟ صافي هادشي اللي كاين. كاين واحد السلاسة في الانتقال بين التطبيقات. صافي هادشي اللي كاين. هاد البيسي هذا اون جينيرال بصفة عامة الخدمة ديالو واعرة بزاف، ما غاديش يخليك اون بان، هادي كون متأكد منها. الخدمة ديالو واعرة، واخا كيسخن في الحرارة في الصيف، واخا كيسخن ولكن ما كينقصش في يعني الأداء ما كتشوفش واحد النقصان اللي كبير بزاف. واهم حاجه هاد النسخه اللي عندي هي بيرسونيل، ما موجهاش للشركات، يعني ماشي كاين عند شركه وهي بدل الماتريال وتباع، لا هادي موجهه ديريكتومون للبيرسون، للناس المستهلكين. البطاريه، بالنسبه للبطاريه هاد البيسي هذا كتجيب فوق 5 سوايع، يعني 5 سوايع هكاك، 4.5 يعني على حسب الاستعمال ديالك. انا غالبا كنتفرج فيه كنستعمل شي حاجه ثقيله بزاف، دونك راه كيصبر لي بزاف الباتري. 5 سوايع 5.5 يعني على حساب كما قلت لكم. فيه مشكل واحد اللي هو الشاشه، غنهضروا عليها دابا. الانعكاس ديال الشاشه مثلا، هانتوما شوف، ما يجيش شي واحد يقول لي هذا زوين على حساب الخصوصيه، ولا ما عندها حتى شي علاقه بالخصوصيه. هاد النوع ديال الشاشه غالبا كيكون في دوك التلفزيون القدام اللي يعني هكا دايرين. هانتوما غير انت اللي كتشوف البيسي اللي كتقدر تشوف المحتوى بوضوح، اما اللي جنبك كيعاني من واحد المشكل. ما بقيتش عاقل كيفاش اش من نوع التلفازه كيكون عندهم نفس الشاشه. المهم هذه هي النقطه السلبيه الوحيده اللي جاتني انا. هانتو اللي جنبك هي مزيان حسب الخصوصيه، ولكن كنظن ماشي هذا هو السبب الرئيسي اللي حسب المشكل هذا. المشكل في الشاشه ماشي افضل نوع، ولكن هي عموما للمشاهده والخدمه ناضيه بزاف من جميع النواحي. هو هذا المشكل اللي قلت لكم ديال الانعكاس و صافي هادشي اللي كاين. سمحوا لنا بزاف على الرداءة ديال الفيديو. يلا عاد بادين، واللي عنده شي تساؤل يكتبوا لنا في التعليقات، وشكرا بزاف.